يسأل عن الإسبال. نعم، بالنسبة لإسبال الثوب في الصلاة وفي غيرها، الأصل أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ويجوز له ما أسفل من ذلك إلى أن يصل إلى الكعبين، والكعبان شبهة وما أسفل منهما في الأصل منهي عنه. وإذا كان بخيلاء أي حمله على الإسبال الخيلاء والفخر وأراد بذلك التزين فهو آثم قطعا إثما مغلظا ويقدح في الشهادة. وإذا كان فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء، بل كان فيه شيء يحب أن يستره كبياض أو نحو ذلك أو مجاراة للناس نحو هذا، ففيه خلاف هل يدخل في النهي أم لا، وهذا الخلاف خلاف أصولي، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا، لأنه جاء في الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وفي الحديث الآخر من شر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من شر ثوبه خيلاء، فأحد النهيين جاء مقيدا بأن يكون خيلاء، والثاني جاء غير مقيد. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قالوا أحدهما في الجر والآخر في التجاوز. وعموما الاحتياط لا يصل الثوب إلى الكعبين مطلقا، وإن فعله من غير خيلاء لا يجزم بإثمه ولا يقدح ذلك في شهادته. وأبو بكر الصديق ذكر أن إزاره يسترخي لضمور بطنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منهم.